حسام حسن بيثبت لي دايما ان هو جدير بالثقه اللي انا كمشجع مصري اديها له، وان اي مشجع مصري يعني لازما والاحق ان هو يدي الثقه دي لحسام حسن. حسام حسن كل في وقت مثلا او كل ما انا اتعمق في الماتش ولا حاجه واشوف تفاصيل بالنسبه لي مش عجباني قوي، اقول لا حسام حسن مليون في الميه مش فايتاه النقطه دي، لان بلاقي حاجات ايجابيه تانية هو بيعملها، وبيثبت لي الماتش اللي بعده ان هو فعلا مش هيكمل في السلبيات اللي انا شايفها دي. واكبر دليل على كده سيناريو ماتش سيراليون امبارح، ان هو بدا الماتش بنفس النمط اللي بدا فيه في ماتش اثيوبيا، واللي انا شايفه زي ما قلت لك اللي هو بيجي على حساب التامين الدفاعي، انك تهاجم بست لعيبه وتدافع باربعه بس، بتلاقي في مساحات كبيره جدا، ولو في خصم بالنسبه لك عنده شويه لعب كره شويه هيزعلك وهيسجل فيك اهداف وهيستغل المساحات دي. فشفناه في اول ماتش قال لك لا ده حسام حسن يعني بتخش جوه دماغه كده هتحاول تقرا افكاره، يقول لك لا ده اثيوبيا زيها زي سيراليون، ده انا كاسب سيراليون بره ارضي وكسبه ب 3 او 2-0 وسجل منهم كسبين هدفين تقريبا. فانا هاجي هنا نفس القصه اموت الماتش في اول 10 دقائق او اول 20 دقيقه وخلص الماتش. فطول الشوط الاول انت اقرب وتسجل اهداف لحد في الدقيقه 43 او 44 تسجل زيزو هدف. فمن هنا بدأ الماتش شويه يخرج من ناحيه ان هو كان معقرب لناحيه الماتش هيبدا ان شاء الله يفتح ونسجل اهداف اكتر والماتش يخلص بسكور. الشوط الثاني بدات بنفس النمط وعايز تسجل هدف الثاني، مره محمد صلاح مره مرموش. فالماتش كان قريب انك تسجل الهدف الثاني، بس الماتش بدا يعرب لحد ما انت وصلت خلاص لاخر تلت ساعه من الماتش وسيراليون الخصم او المدرب بقى شويه يقرا شويه المساحات اللي انت خالقها له، وبقى بيدافع بخمسه وثلاثه قدامهم واثنين مهاجمين. دايما الاثنين مهاجمين في معظم الاوقات بيبقوا فاتحين على الطرف في المساحات اللي انت خالقها له ورا الاظهره اللي دايما متقدمين، او ورا الاجنحه الخلفيه اللي دايما متقدمين. فمننا عمل تبديله بقى بالنسبه لحسام حسن كويسه جدا، سواء كان طلع مصطفى محمد او سواء كان طلع عمر مرموش، فبالنسبه لي هي تبديله كويسه جدا. طلعت مصطفى محمد ونزلت حمدي فتحي، رحلت خط كامل بمجرد تبديله واحده. كوكا اللي كان موجود معظم الوقت في وسط الملعب قدام الاثنين مدافعين عبد المنعم وربيع، او كان في ظهر تريزيجيه في معظم الوقت، يبقى ثالث قلوب الدفاع مع عبد المنعم ومع ربيعه، وقدامه بس رامي ربيعه. اتحول هو في الوقت ده مكان تريزيجيه كجناح خلفي او كظهير، وتحول تريزيجيه مكان مرموش كجناح، وتحول مرموش مكان مصطفى فتحي اللي طلع، تحول هنا ايه كمهاجم صريح او مهاجم وقتي في اوقات ثانيه في مجريات الماتش. وحمدي فتحي هنا هو اللي بقى مكان كوكا من الاول خالص، من التوكيل من الاول خالص، فرحلت خط كامل كده بمجرد تبديله واحده، فبقيت بتهاجم بخمسه وبتدافع بخمسه. بس كان كوكا برضو كان واخد مهام هجوميه بس مش بنفس طريقه او مش بنفس التوظيف اللي كان مديله لتريزيجيه. كوكا كان هيعتبر زي هاني شويه، بس كان في اوقات كان بيطلع، كان في اوقات كان في هجمات كان بيطلع بسته، فكانت بتبقى سته واربعه برضو نفس القصه. فجه حسام حسن نفس النمط برضو بعدها ب5 دقايق عمل تبديل تاني يامن برضو يقفل خالص بقى في الوقت ده، طلع زيزو ونزل شحاته، وشحاته نازل بيقول لك هنلعب باثنين، هيلعب باثنين دبل بوفيت، هتلعب باثنين محاور قدام رباعي خط الدفاع. كوكا هيلعب كظهير اساسي وهتلعب هنا كظهير اساسي. في الحالات الهجوميه الاثنين بيطيروا، بقيت بنامن دلوقتي بثلاثي. حمدي فتحي لاعب كاليبرو بقى في عمق الملعب، على شماله عبد المنعم بيأمن ظهر كوكا، على يمينه رامي ربيعه بيأمن ظهر هاني، قدامهم اثنين دايما ثابتين مروان عطيه وحمدي فتحي، وبيهاجم بخمسه باثنين اظهره طايرين، هاني على اليمين كوكا شمال، واثنين اجنحه بيتحول عمق الملعب هو محمد صلاح وتريزيجيه ومهاجم عمر مرموش. فخلاص كده في حاله الهجمات المرتده، في حاله التحول من الهجوم للدفاع لمنتخب مصر، تحول من الدفاع للهجوم لمنتخب سيراليون، انت مأمن دفاعاتك بخمسه، فبالتالي انت مقفل المساحات اللي انت كنت سايبها بمجرد بس لاعب واحد انت مديله مهام هجوميه اكتر، او مجرد لاعب واحد انت مش مديله مهام دفاعيه زي زيزو، مديله حريه حركه كبيره جدا في الخطوط الاماميه. فده اكبر دليل لحسام حسن دلوقتي ان هو ده مش اللي هو ده النمط اللي نهى بيه ماتش سيراليون، هو ده النمط اللي ناوي يلعب بيه قدام فرق كبيره. من وجهه نظري هو ده التشكيل الاساسي اللي هيبدا بيه قدام فريق زي بوركينا في ملعبه في بوركينا. لما هتلعب بنفس التوظيف اللعيبه دي، ممكن الاسماء تتغير لكن هتبقى في الاخر نفس التوظيف. هتلاقي حمدي فتحي لاعب ليبرو، هتلاقي عبد المنعم شمال، هتلاقي ربيعه يمين، هتلاقي اثنين اظهره بتتقدم دايما، هتلاقي اجنحه بتتحول لمناطق هاف سبيس، هتلاقي اثنين لاعيبه وسط ملعب ثابتين دايما. ممكن لاعب منهم ولا حاجه لو امام عاشور، هبدا اتكلم عن موضوع امام عاشور دلوقتي، بس لو امام عاشور رجع وبقى موجود هتلاقي ممكن هو اللي جنب مروان عطيه او هو من جنب حمدي فتحي، وليه مهام هجوميه ودفاعيه.
هيبقى لاعب بوكس تو بوكس دايما، بيقدر يرجع، بخصوص ان هو لاعب بكواليتي عالي جدا، ولاعب عنده، ولاعب صغير، لاعب عنده النفس طويل، يقدر يدي لك ناحيه دفاعيه بنفس جوده الناحيه الهجوميه بصوره كبيره جدا. فبالتالي انت هنا حليت ازمه دفاعيه كانت موجوده قدام الفرق الضعيفه، وكانت موجوده في انك بتدي لاعب مقاومات هجوميه اكتر من مقاومات دفاعيه زي تريزيجيه او زي زيزو. فثبتها لي حسام حسن، وثبتها لي ان هو ده النقط ان هو مش على الماتش الجاي. نقطه ثانيه يستحق فيها حسام حسن نقول له شابوه، اللي هو فكره الانضباط في اختار القائمه، او الانضباط للمجموعه اللي موجوده في منتخب مصر. انك في الاخر انت مش بتلعب باسم نادي، انت بتلعب باسم منتخب مصر، اسم كبير جدا، لازم تكون جدير ان هو تلبس تيشيرت منتخب مصر. فامام عاشور لما طلع منه كذا نقطه او كذا لقطه ان هو يخرج بره السياق اللي هو حطه حسام حسن من الحاله الانضباطيه، لا يستحق ان هو يطلع بره القائمه، حتى لو احسن لاعب في العالم. فالنمط اللي هو ماشي عليه حسام حسن دلوقتي يستحق. امام عاشور زيه زي مصطفى محمد. الموضوع مش اهلي وزمالك، الموضوع دلوقتي ان حسام حسن بيحاول ما يبيعش اللاعب، او بيحاول ما يخليش اللاعب عرضه للاعلام. هو ده اللي قاله في كلامه مع المؤتمر الصحفي الاخير. ما اتكلمش لفتره كبيره جدا، رغم ان هو ما اختارش امام عاشور. مش اخر قائمه دي، القائمه اللي قبلها برضه ما اختارش امام عاشور، وعلى ما اتذكر القائمه اللي قبلها برضه ما اختارش امام عاشور. فبالتالي انا هنا مش واخد برضه ان انا هتكلم لحد ما الموضوع خلاص امام عاشور مش ناوي يتكلم. امام عاشور انا كده ممكن اخسره في افريقيا، فانا اديله دلوقتي ارمي الكره في ملعبه واعرفه انك مجرد انك تعتذر هتبقى موجود معايا في القائمه، بس اعتذر هتبقى موجود معايا في القائمه، الموضوع منتهي. وانت فعلا غلطان يا امام عاشور، هتبقى موجود معايا في القائمه اللي جايه. احمد حسام ميدو كان قبلك في 2006 مع حسن شحاته، اللي تقريبا نفس افكار حسام حسن اتمرن تحت قيادته، واتمرن تحت قياده محمود الجوهري. فحسام حسن مليون في المية هيكون متاثر بالمدربين اللي اتمرن تحت قيادته، خصوصا المدربين دول هم مدربين وطنيين، ومدربين ادوا انجازات على مستوى منتخب مصر. فليه ما يمشيش على نفس النمط اللي هم ماشيين عليه؟ احمد حسام ميدو احسن لاعب بيلعب في ليفل موجود في منتخب مصر، بيلعب في توتنهام، وكان موجود مع مدرب قبل حسن شحاته ومحمود الجوهري برضه. فلاعب تقيل يخرج بره السياق في نص نهائي كاس افريقيا، هو لاعب اساسي، ويبقى في الماتش الاخير هتلعب كوت ديفوار على ارض كاس جمهورك، وكوت ديفوار اتقل منك بكتير كسكواد وكاسامي. ورغم كده احمد حسام ميدو بره السكواد خالص. تدخل بقى الدوله، دخل ناس كتير جدا بتحاول تتوسط في الموضوع، لكن برضه مفيش. لان انا دلوقتي ان انا ادخل احمد حسام ميدو في القايمه تاني في الماتش النهائي، حتى لو انا هخسر بوجود احمد حسام ميدو، انا خرجت اللعيبه كلها من الحاله الانضباطيه اللي موجوده فيها. ما بقتش انا الكلمه الاولى والاخيره ليا بالنسبه للسكور اللي موجود للعيبه، بالنسبه حتى للجهاز الفني واللعيبه اللي موجوده في ارضيه الملعب. مش هقدر انا ادي سلطه واقدر اقول كلمه واحده للعيبه اللي موجوده دي كلها، خصوصا ان فيهم نجوم. فمن هنا بقت موجود اسم حسن شحاته، وبدأت تشوف بعد كده 2008 و2010 واللي حصل برضه في 2008 مع ابراهيم سعيد، بامكانيات عاليه ممكن يختار لاعب وهو مش موجود في فريقه، مش ماشيه معاه، زي عصام الحضري ومشكلته مع الاهلي، لكن في الاخر ما غلطش في المدير الفني حسن شحاته. ابراهيم سعيد في وقت من الاوقات كان اختاره وهو ما كانش بيلعب في فريق، لكن لما طلع بره السياق بتاع الانضباط مع السلامه. فانا بالنسبه لي حسام حسن اللي ماشي عليه دلوقتي كويس جدا. مصطفى محمد اللي عمله وليه سابقه مع حسام بدر قبل كده، يعني يستحق ان هو يطلع بره القائمه، ده حقيقي، مستحيل ما يكونش موجود في الاسبوع الجاي. لكن انا من وجهه نظري باعتذاره على منصه اكس امبارح او النهارده يثبت ويدل دلوقتي ان اللي جاي هشوف حسام حسن هتعمله مع مصطفى محمد. من وجهه نظري واللي بشوفه من حسام حسن ان هو مش بيحب يموت لعيبه، مش بيحب يخسر لعيبته. هو بمجرد اعتذار انا شايف ان هو هيجيب مصطفى محمد، هيبقى موجود في السكور الجاي. لكن لو انت قررت منك اللقطه دي تاني، لا، من وجهه نظر مصطفى محمد مش هيبقى موجود اصلا منتخب مصر بعد كده. فدي يعني تعلم مصطفى محمد، تعلمه برضو انك شفت سابقه مع امام عاشور، وده لاعب معاه مجموعه من الجماهير تقيله جدا معاه، يعتبر شعب معاه جمهور الاهلي، وانا ما مشيتش ورا الضغط الجماهيري الكبير ده، وبرضو مشيت على النمط اللي انا حاطه. فمصطفى محمد حتى لو انت محترف هتمشي لي على الصيف اللي انا عامله تبقى موجود معاه، مش هتمشي لي على الصيف اللي انا عامله مع السلامه. اعتذرت المره دي من وجهه نظري هيقبلها، لكن اللي جايه لا. ده يدل على اي لاعب بقى، على اي لاعب موجود بقى في المنظومه، فهيخلي في ترابط ما بين المنظومه بصوره اكبر. وانا شايف برضو اللي عامله حسام حسن دلوقتي ان السكواد اللي هيكون موجود معاه في افريقيا ان
شاء الله اللي هتبقى منه جزء 25 في 26 في المغرب، هتبقى هو 25 لاعب، هيبقى منهم دلوقتي ممكن اقول لك 23 لاعب منهم خلاص بصوره اساسيه موجود معاه في السكواد في الاسبوع الجاي. ال 11 الاساسيين هيبقى الشناوي، هيبقى موجود عبد المنعم ربيعه، على اليمين محمد هاني، على الشمال محمد حمدي ان شاء الله رجوع من الاصابه، وثلاثه في وسط الملعب مروان وحمدي وامام عاشور ان شاء الله في حاله ان هو يعتذر، وعندك الثلاثه اللي قدام على اليمين صلاح، على الشمال تريزيجيه، مهاجم عمر مرموش، وعنده زود عليهم 2 لعيبه برضه بنفس جوده الاساسيين هو او بنفس الصوره الاساسيه، ممكن ينزلوا مكان حد من اللي انا قلتهم في ال 11 دول، هو زيزو، وعندك برضه مصطفى محمد، وزيد عليهم بقى عندك بقى كده من ال 25 لاعب بقى 12 لاعب، 2 منهم حراس، بتتكلم عن محمد عواد، مهدي سليمان مثلا، او محمد عواد محمد صبحي، او محمد صبحي ومهدي سليمان، على حسب المستوى اللعيبه في الوقت ده وعلى حسب حالتهم برضو الصحيه، وان شاء الله ما يكونش فيه اصابات. قيس بقى كده ناقص من باقي السكواد 10 لعيبه، 10 لعيبه دول حسام حسن بيحاول يبني بيهم منتخب جاي، بيحاول يبني بيهم جيل مبشر. 3 منهم دايما موجودين في وسط الملعب، محمود صابر حتى لو مش بيلعبوا بصوره اساسيه بس لازم يكونوا موجودين، لازم يخشوا في اجواء المنتخب الاول، انا هحتاجهم في وقت من الاوقات، محمود صابر ومحمد شحاته واحمد نبيل كوكا، و3 لاعب منتخب الاولمبي اللي فات. على اليمين هيبقى موجود برده من وجهه نظري احمد عيد، وعلى الشمال هنا برده اللي مش موجود كتير كان من وجهه نظري او كان لحد دلوقتي يكون موجود كريم الدبيس، ولعب مع المجموعه دي مع ميكيلي، لكن معنى ان هو ما ياخدوش في الفتره دي، وبرجوعي ان شاء الله مع كولر فهتبقى فرصه كريم الدبيس اقل بكتير، فمن وجهه نظري مش هيبقى موجود في سكواد افريقيا 2025. فبالتالي هنا هيبقى عندك كده، احنا قلنا 3 من المنتخب الاولمبي، وعندك حسام عبد المجيد 4، وعندك 5 ابراهيم عادل، وعندك اسامه فيصل 6، بقى 4 لعيبه، الاربع لعيبه دول هيبقى ما بين مصطفى فتحي وناصر ماهر وعمر فايد برضو ممكن ان شاء الله برجوعه يكون داخل في الحسبان شويه، وعندك قفشه وفتوح، فهتمشي وسط المجموعه دي. السكواد بتاع افريقيا الجاي مش هيخرج بره المجموعه اللي انا قلت لك عليها دي، من هنا هيختار السكواد ال 25 لاعب، واتمنى ان شاء الله، وده اللي انا شايفه، شابوه لحسام حسن بالحاله النقطه اللي عاملها للفريق وبالحاله الفنيه اللي بيثبتها لي من الوقت الثاني اللي هو ماشي في الاتجاه الصح، ان شاء الله خلاص ان شاء الله نكسر صعودنا لكاس العالم في الجوله الجايه في سبتمبر، ونعمل حاجه في افريقيا الجايه، واحنا معانا لعيبه بكواليتي عالي جدا، ومعانا مدرب بيثبت مع الوقت ان هو قادر ان هو يقدر يلم المجموعه دي، وفنيا مش قليل.